السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الغريبة ب3 مكونات بس، وهتطلع جميلة جدا وناعمة، وهقولك على التكات اللي تخليها ما تفرش معاكي، وكمان تطلع معاكي ناعمة زي زي الجاهزة بالظبط. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه معايا انا هستخدم 6 كوبايات من الدقيق. نص كميه الدقيق هستخدمها سمنه، ونص كميه السمنه هستخدمها سكر بودره. فانا النهارده مكوناتي هتكون 6 كوبايات دقيق، 3 كوبايات سمنه، كوبايه ونص سكر بودره. كمان السمنه ما تكونش لا هي دايبه قوي ولا هي جامده قوي، انا عايزاها تبقى ماسكه نفسها زي ما انت شفتيها دلوقتي بالظبط كده. احط اول حاجه السكر البودره مع السمنه، وزي ما قلت لك خدي بالك السمنه مش عايزاها سايحه قوي. هضرب بقى السمنه مع السكر البودره كويس جدا جدا جدا، لغايه لما يبقى قوامهم كريمي ويفتح، يعني تلاقي لونهم مفتح كده وبقى عامل زي الكريمه زي ما احنا شايفين كده. دي برضو سر من اسرار نجاح الغريبه. خلاص كده ضربت الغريبه كويس جدا وبقت كريمه زي ما احنا شايفين. هبتدي انزل بقى بكوبايه كوبايه من الدقيق، وزي ما قلت لك مقدارنا. استخدمي كميه الدقيق اللي انت عايزاها، نصها تستخدمي سمنه، وتكون السمنه ماسكه نفسها، ما تكونش ولا جامده قوي ولا سايحه قوي. ونص كميه السمنه سكر بودره. وهكمل بقى آه، بقية مقاديرنا، وهبتدي انزل بالدقيق. ومش عايزين نعجن قوي من بعد ما بننزل الدقيق، احنا يا دوبك يعني بنخلي الدقيق يختفي مع العجينة، او بنلم العجينة لغاية لما تشكل لي عجينة الغريبة. مش عايزة افضل اعجن فيها كتير، لان الغريبة ما بتتعجنش كتير، هي بس مجرد ما بتلم المكونات مع بعض. كمان في ملحوظة مهمة جدا لازم تعرفيها عشان تعملي الغريبة وتطلع معاكي كويسة. لازم يعني تخلي بعد ما تلمي العجينة وتتكون معاكي، لازم تسيبيها في التلاجة حوالي ساعتين 3. لو فكرتي تدخليها الفرن من غير ما تسيبيها ساعتين 3 ممكن تفرش معاكي، يعني تلاقيها فرشت معاكي في الفرن. وكمان حاجة كمان ان انتي لازم ما تسيبيهاش في الفرن اكتر من 12 دقيقة، هما 12 دقيقة فقط لا غير. وبتقفلي عليها وانتي هتلاقيها بعد كده مسكت نفسها وبقت مستوية، يعني ما بتحركيهاش خالص من الصينية لغاية لما بتبرد خالص. خلاص هنا العجينة بتاعتنا لمت زي ما احنا شايفين كده، وقلنا احنا هنشيلها في التلاجة حوالي ساعتين 3. ولو حابة تسيبيها اكتر كمان سيبيها. اهم حاجه ان انت لازم تسيبيها شويه في التلاجة، ما تشتغليش بيها على طول، عشان زي ما قلت لك ممكن تفرش منك. ما شاء الله العجينه حلوه جدا. دلوقتي بقى هنحطها في اي حاجه كده ونشيلها في التلاجة شويه. خلاص كده انا سبتها في التلاجة شويه، هبتدي بقى اكورها كده واحطها في الصاج اللي انا هدخله الفرن. وهملى الصاج كله زي ما احنا شايفين كده بالغريبه، وهعمل كور جنب بعضها، حاولي تخليها كلها قد بعض. طبعا احنا دلوقتي مشغلين الفرن، يعني انا اول ما ابتديت ان انا اعمل الغريبه واشكلها واحطها في الصاج، ولعت الفرن عشان يلحق يسخن في الوقت اللي انا هعمل فيه الغريبه او هشكل فيه الغريبه.
كده خلاص انا خلصت الصاج كله. باي بقى مكسرات عندك هعمل كده، احط اللوزية او الفستق او اي أو فول سوداني او اي حاجة، هحطها في وسط الغريبة زي ما احنا شايفين كده، وهضغط عليها ضغطة خفيفة. طبعا ممكن لو ما عندكيش مكسرات تضغطي ضغطة خفيفة في وسط الدايرة كده عشان تديكي شكل الغريبة. خلاص كده خلصنا الصاج كله، هنبتدي بقى ندخله الفرن وهو سخن. وزي ما قلتلك ما تقعدش اكتر من 12 دقيقة عشان ما تبص منك. وده تاني صاج انا عملته. وزي ما قلتلك اول ما يعني يخلص ال 12 دقيقة تطلعيها على طول في الفرن، من الفرن، وتسيبيها بقى تبرد خالص لغاية لما تبرد. وده شكل الصاج بعد ما خرجت من الفرن. هسيبها بقى دلوقتي تبرد خالص، لانك لو مسكتيها هتلاقيها ناعمة جدا، وممكن تتكسر معاكي. مش هتتكسر، هي اصلا بتبقى طرية اول ما بتخرج في الفرن، كل ما بتقعد كل ما بتمسك نفسها اكتر. خلاص كده انا سبتها لغايه لما بردت خالص. تعالوا نشوفها كده من تحت. ما شاء الله استوت وبقت كويسه جدا. ما تفكريش ان انتي تشوفيها كده اول ما تخرج في الفرن من الفرن، لان هي مش هتبقى ماسكه نفسها زي دلوقتي زي ما بتبرد. لان معروف ان الغريبه بتكون يعني من حاجه العيد اللي هي الناعمه جدا، اللي هي يعني ممكن تتفرول باقل حاجه. دلوقتي بقى خلاص استنيت لغايه لما بردت خالص وحطيتها كلها في طبق التقديم. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكلها حلو جدا. وزي ما قلتلك الحاجات اللي انت لازم تعمليها عشان تنجح معاكي الغريبة، ان انت اولا السمنة بتاعتك او اللي انت هتستخدميها لازم تكون سمنة ماسكة نفسها، ما تكونش سايحة قوي او مثلا متجمدة قوي. وتاني خطوة لازم الفرن لازم تسيبيها تستريح بعد ما بتعجني عجينة الغريبة. لازم تسيبيها تستريح ساعتين 3 في التلاجة، عشان ما تفرش معاكي في الفرن. تالت حاجة ما تحطيهاش في الفرن اكتر من 12 دقيقة عشان خاطر ما تفرش معاكي، لان كل ما تحطيها في الفرن اكتر كل ما هتلاقيها فردت معاكي في الفرن. لا احنا عايزينها هما 12 دقيقة، هيكونوا حلو جدا لان هي تستوي كويس جدا. واول ما تخرج في الفرن زي ما قلت من الفرن زي ما قلت لك ما تمسكهاش، سيبيها لغاية لما تبرد خالص، وبعدين ابتدي حطيها في طبق التقديم او في الحاجة اللي انت هتشيلي فيها الغريبة. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.